انت ممكن تكون تعبان ومش عارف ليه، وممكن تكون فاكر انه عادي مع انه مش عادي، وممكن تكون بتأذي نفسك وانت مش عارف انك بتعمل كده. خليني اسألك سؤال، امتى اخر مرة حسيت انك مرتاح بجد؟ انا قصدي مرتاح فعلا يعني. لو فكرت شوية هتلاقي نفسك انك بقالك فترة كتيرة قوي لا ولسه مكمل. انت مش تعبان فجأة، انت بتتسحب منك الطاقة حتة حتة. كل مرة تجاهلت تعبك، كل مرة قلت هتعدي، كل مرة كملت وانت مش قادر. للأسف كنت بتخصم من رصيد نفسك وانت مش حاسس. الغريب بقى مش ان انت بتتعب، الغريب ان انت كل مرة تلوم نفسك وبتقول انا مالي، انا مش مركز كده ليه، انا ليه مش حاسس نفسي زي الاول. كأنك بتضرب نفسك كف علشان سيادتك واقع. طيب عمرك فكرت ان المشكلة فيك انت، وانك مش ضعيف ومش مكسل؟ جسمك بيتكلم وانت مطنش، صداع، شد، تعب، نسيان، قلق، أرق، وجع. دي مش حاجات عادية أبدا، دي إشارات. بس احنا ما تعلمناش إلا حاجة واحدة بس: كمل. وكل ما تكمل وانت مش سامع نفسك الإشارة بتعلى، الألم بيزيد، التركيز بيقل، والنوم بيتلخبط. جسمك بيزقك توقف وانت بتجري أسرع. بسم الله ما شاء الله. المشكلة مش إنك تعبان، المشكلة إنك مش مصدق إنك تعبان. هو أنت محتاج حد يصدق علشان أنت تصدق؟ خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها: أنت مش محتاج تبقى أقوى، أنت محتاج تبطل تقسى على نفسك. على فكرة مش كل حاجة لازم تتحل دلوقتي، مش كل حاجة يعني لازم تكمل فيها. أوقات أحسن قرار تاخده إنك توقف. أول ما تبدأ تسمع نفسك حاجات كتير قوي هتتغير، مش لأنك بقيت أحسن، لكنك بقيت أوعى. أنا مش هنا علشان أقولك كلام محفوظ. كل الموضوع إن القناة دي ممكن تساعدك إنك تفهم نفسك، إنك تفهم ليه بيحصل لك ده وليه بتحس بكده، وإنك تبقى في صف نفسك شوية. اشترك مش علشان أرقام، اشترك لو حبيت الرحلة دي وعاوزها تكمل، وهو نمشي الطريق ده سوا. اتفقنا؟